بصوا الناس اللي في المانيا يقول لك المانيا احسن من امريكا، اما الناس اللي في امريكا يقول لك امريكا ما فيش زيها وبالتالي امريكا احسن من المانيا. نصدق مين احنا بقى؟ انا عن نفسي هكلمك عن امريكا، ولكن بالنسبه لالمانيا فاستعنت بصديق عايش هناك هو اللي يعرفنا على كل حاجه هناك وكمان هيعرفنا عن نفسه. ازيكم عاملين ايه؟ شكرا يا عمر على الاستضافه في قناتك. باختصار انا اسمي محمد الطنطاوي، في المانيا بقالي 8 سنين. جيت المانيا الاول درست اللغه الالمانيه وبعد كده درست الجامعه وحاليا اتخرجت وشغال كسوفت وير انجينير. عندي قناه على اليوتيوب بفيد فيها الناس بمعلومات عن المانيا وعن حياتي بشكل عام، فاعتقد ان انا ممكن اديكم معلومات القناه هنا هو تفيدكم عشان تقارنوا بين امريكا والمانيا لو حبيتوا تاخدوا طريق من الطريقين. بالنسبه بقى للنقط اللي هنتكلم فيها فهم 5 نقط. اول حاجه وهي الدراسه هنا والدراسه هناك في المانيا. تاني حاجه وهي العمل هنا والعمل هناك في المانيا. تالت حاجه وهي تكلفه المعيشه هنا وتكلفه المعيشه هناك. ورابع حاجه وهي السكن هنا والسكن هناك. وخامس حاجه وهي الهجره او الطرق اللي من خلالها تاخد فيزا اقامه هنا او هناك في المانيا. بصوا عشان نبقى متفقين من الاول، انا كلامي على اول 4 نقط ما عدا النقطه الاخيره هيبقى عن لما توصل وتعيش في الدوله دي اللي هيقابلك من ناحيه الدراسه وتكلفه المعيشه والعمل وكل الكلام ده. خلينا نبدا باول حاجه وهي الدراسه. بالنسبه للدراسه في امريكا فدراستك من اول الحضانه لحد ما يبقى معاك شهاده الثانويه العامه مجانا، اكلك شربك تعليما كل حاجه ببلاش، ده لحد ما تاخد شهاده الثانويه العامه. الخازوق بقى ان انت بعد ما تاخد شهاده الثانويه العامه انت بعديها بتعوز تخش جامعه، هنا بقى الخازوق وهنا بقى المشكله. للاسف التعليم الجامعي هنا غالي جدا جدا، وعشان كده مش كل الامريكان معاهم بكالوريوس والكلام ده كله، في ناس كتير معاها ولكن برضو على الجانب الاخر في ناس كتير مش متعلمين ويا دوب معاهم شهاده ثانويه عامه. ولكن الموضوع ليه حلول، زي مثلا انك تخش كوميونتي كوليدج اللي هي جامعه حكوميه بمعنى اصح، ولكن دي ما بتعرفش تاخد منها من الاخر بكالوريوس، يعني في الاخر هتاخد منها مثلا سنه سنتين وبعد كده هتتحول للجامعه الثانيه اللي هتدفع فيها فلوس عشان في الاخر تاخد بكالوريوس منها. والكوميونتي كوليدج ما بتبقاش غاليه، انت بتدفع فلوس ولكن ما بتبقاش غاليه زي الجامعات الثانيه. في حل تاني لما تخش الجامعه وهي ان انت تاخد سكولارشيب او منح، ودي بتخشها هنا ولكن لازم تبقى مميز في حاجه، يعني مثلا بتجيب درجات عاليه، الجي بي اي بتاعك عالي جدا، درجاتك عاليه قوي او متميز في حاجه من خلالها تقدر انك تاخد منحه تدفع لك جزء من تكلفه الجامعه او حق الجامعه كلها على حسب نوع السكولارشيب. وفي برضه حل ثالث وهي انك تاخد فاينانشال ايد او مساعدات من الحكومه، ولكن دي ليها مؤهلات معينه. او اخر حل معانا وده معظم الناس بتعمله وهي انك تاخد قرض من البنك وتسدده بعد ما تتخرج وتشتغل بشهادتك، وبيبقى الفوائد او بتبقى الفوائد عليه مش كتير ولكن برضه بيبقى عليه فوائد بسيطه جدا جدا، بس هتاخد قرض ومطالب انك تدفعه بعد ما تتخرج. تعالوا بقى نطلع على المانيا عند محمد ونشوف الدراسه عنده عامله ايه، ويا رب احنا نكسب هنا. بالنسبه للدراسه في المانيا فالدراسه طول الفتره اللي هي بتاعه المدرسه اللي هو ابتدائي واعدادي وثانوي زي عندنا في مصر دي اجباري، لازم اي طفل موجود في المانيا يدرسها. مش اسهل حاجه انك انت تيجي من مصر تدرس الحاجات ديت هنا في المانيا، بس هي باختصار لو انت مثلا احد الوالدين سافر المانيا بيشتغل بيدرس بيعمل اي حاجه، انت لازم تدرس في المانيا المراحل اللي هي ابتدائي واعدادي وثانوي. بالنسبه بقى لما تيجي تدخل الجامعه فالجامعه مختلفه تماما عن امريكا. هي مش اجباري زي امريكا، بس الجامعات في المانيا تعتبر مجانيه او شبه مجانيه. انت بتيجي تدرس فيها سواء اجنبي سواء الماني سواء اوروبي، بتدفع رسوم بسيطه خالص للجامعه كل ترم، بتاخد بيها كارت مواصلات تركب بيه مواصلات في الولايه كلها. فالدراسه الجامعيه هنا ببلاش تعتبر، ومش صعب انك انت تدخل فيها، وان كان الالمان بيفضلوا ياخدوا حاجه اسمها اوسبيلدونج او تدريب مهني عن الجامعه، لان دخول الجامعه سهل بس ان الواحد يتخرج منها وياخد شهاده مش اسهل حاجه في الدنيا. فهي الجامعه لو انت عايز تدرس بره مصر وبتقارن بين امريكا والمانيا، لا المانيا هتوفر عليك كتير جدا، وكمان وانت طالب بيبقى ليك مميزات كتير وانت موجود هنا في المانيا كطالب اجنبي، زي انك انت تقدر تشتغل وتصرف على نفسك وحتى تحوش فلوس، زي انك انت تقدر تغير الجامعات او تغير التخصصات زي ما انت عايز. فاعتقد ان المانيا لا هتكسب 100% في حته الجامعات دي لو انت عايز تدرس بره مصر. نخش بقى على تاني نقطه وهو موضوع الشغل او العمل هنا. مبدئيا كده لو انت معاك الشهاده المصريه اللي انت عايز تشتغل بيها فللاسف الشهاده غير معترف بيها هنا، واصلا معظم شهادات الوطن العربي مش معترف بيها هنا، فهتضطر ان انت تدرس ساعات اضافيه عشان خاطر تعادل شهادتك بالشهاده اللي معترف فيها هنا. بعد ما تعادل شهادتك وتكون جاهزه تقدر من خلال الشهاده اللي انت عدلتها دي ان انت تشتغل في مجالك اللي انت درسه، سواء طب سواء هندسه سواء اي حاجه،
بشهادتك فانا اضمن لك شغل هنا مش اقل من 50,000 سنويا. يعني الشغل لو انت معاك شهاده وبتشتغل بشهاده فمرتبك في، انا بتكلم على تكساس، مش هيقل عن 50,000 سنويا. وطبعا بيعلى على حسب المجال، يعني هندسه بياخدوا اعلى، طب بياخدوا اعلى، كل مجال على حسب المجال. كل ما دراسته كانت اصعب وخدت وقت اطول اكيد 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 هتعمل منها فلوس احلى. وصراحه ربنا الشغل متوفر وموجود في كل المجالات. هم عايزين شغيله كتير، عايزين ناس تشتغل كتير في كل المجالات. انا مش عايز احدد مجال واحد. وانا كنت عملت فيديو كامل عن موضوع الشغل في امريكا، بعد ما تخلص الفيديو ده يبقى اخش شوفه، كنت شارح فيه كل الحاجات وايه المجالات المطلوبه وقد ايه وكل الكلام ده. تعالوا بقى نطلع على محمد في المانيا ونشوف الشغل عنده عامل ايه. بالنسبه للشغل في المانيا، فالمانيا حاطه خطه كده ان هي عايزه تجيب ناس لحد 2030 تقريبا في جميع التخصصات، لان معظم الناس في المانيا بيكبروا في السن وخلاص هيطلعوا معاش، فمش لاقيين قوه عامله تشتغل. وكمان الالمان مش متجهين قوي للخلفه، ففي عجز في الشباب. فالمانيا عندها هدف ان هي تبقى بلد مهجر وتجيب قوة عاملة، خصوصا الناس الجاهزة انها تيجي تشتغل في المانيا. فبالنسبة لسوق العمل، لا، سوق العمل عطشان جدا الناس تشتغل. بس الفكرة انك انت عشان تيجي تشتغل بشهادتك المصرية او من اي دولة عربية، حسب الشهادة ديت لازم تشوف هي محتاجة معادلة او محتاجة تاخد ساعات اضافية انك انت تدرسها علشان تبقى مصرح ليك انك تشتغل، زي التخصصات الطبية خصوصا. اما التخصصات الهندسية مثلا، ودي ممكن تكون مفاجأة لناس كتير، انت بتقدم ورقك وفي اغلب الاوقات ان ما كانش كلها ورقك بيتقبل وبتبدأ تشتغل على طول، لان الهندسات مش محتاجة ان الواحد يدرس حاجة زيادة في ألمانيا عشان يقدر يشتغل. فلو انت مهندس، لا، ألمانيا هتبقى كويسة جدا ليك. المرتبات بقى اعتقد ان هي اقل من امريكا شوية. يعني عمر قال ان هي 50,000 على الاقل، لا، 50,000 هنا ده المتوسط. انت ممكن تبقى مهندس مثلا لسه متخرج تشتغل ب40,000 يورو وطالع. وسقف المرتبات لو انت بقى 10 سنين خبرة في الهندسة، 10 سنين في الطب، لا، سقف المرتبات ملوش حدود. بس الضرايب تكبر معاك طول ما انت عمال تشتغل وبتكسب فلوس اكتر، فانت كل ما هتدخل فلوس اكتر هتدفع ضرايب اكتر. نخش على بعضه وهو موضوع تكاليف المعيشه. وانا اقصد هنا تكاليف المعيشه اللي هو اكل، شرب، علاج، الكلام ده كله. وزي ما انتم عارفين فامريكا هي بلد الدولار، والدولار يعتبر اقوى عمله في العالم. ففي موضوع الاكل والشرب انت مش هتشيل هم كتير، لان الموضوع هنا رخيص جدا جدا جدا. عشان ابسطها لك اكتر، لو انت بتشتغل اقل شغلانه هنا من غير شهاده، من غير اي حاجه خالص، شغال شغلانه عاديه جدا جدا، بتعمل لك في حدود 80 ل 90 دولار يوميا بعد التاكس، او مثلا 70 بعد التاكس او بعد الضرايب. فانت بخلال شغل يومين من الشغلانه اللي انت شغالها دي، انت ممكن تجيب الجروسري او المشتريات الاسبوعيه بتاعت البيت عندك لو انت لوحدك. والمشتريات دي هتبقى شامله لحمه، فراخ، جمبري، رز، مكرونه، كل حاجه انت عايزها بشغل يومين في الاسبوع اللي انت عايز تشتري المشتريات بتاعته. انت كده وصلت لك الفكره. ولكن تعال نشوف امثله لاسعار اهم المنتجات اللي هي بنستخدمها احنا في اليوم. يعني مثلا ان 12 بيضه عاملين 2 دولار زي ما انتم شايفين، وجالون اللبن اللي انتم شايفينه ده عامل 2 دولار زي ما انتم شايفين. اما بالنسبه للفراخ فالصدور اللي انتم شايفينها دي يعتبر 1 2 3 4 5 عاملين في حدود 10 دولار. وبالنسبه للدبابيس فكميه الدبابيس اللي انتم شايفينها دي ما اعرفش كام واحده الصراحه، عاملين 5 دولار. بالنسبه بقى للحمه فحته اللحمه اللي انتم شايفينها دي عامله 14 دولار او 15 دولار بمعنى اصح زي ما انتم شايفين. اما بالنسبه لطبق اللحمه المفروم اللي انتم شايفينه ده فعامل 6 دولار او 7 دولار بمعنى اصح. واخر حاجه معانا فطبق الجمبري ده ما اعرفش كام واحده الصراحه، عاملين في حدود 12 دولار زي ما انتم شايفين. فبالنسبه للاسعار زي ما انتم شفتوا مش غاليه خالص. بالنسبه بقى لموضوع العلاج، فانت لو عندك اي حاجه في الدنيا في جسمك، اتعورت، عندك مرض معين، هتتعالج منه مفيش مشكله. يعني العلاج موجود وهتتعالج ومحدش يقول لك مش هتتعالج والدنيا زي الفل. المشكله بقى بتيجي ان انت بعد ما بتتعالج وبتيجي بعدي على موضوع علاجك شهر شهرين ثلاثه وتجي لك فاتوره بحق العلاج اللي انت اتعالجته. انا كنت حكيت لكم قبل كده ان انا اتخيطت قبل كده 3 غرز وجات لي فاتوره ب 3000 دولار. فالعلاج هنا غالي جدا جدا جدا، ولكن ده للعلاج اللي من غير تامين. فعشان تحل موضوع العلاج الغالي ده لازم يكون عندك تامين، وهو ممكن يشيل حق العلاج كامل او يشيل جزء منه. والتامين ده بيبقى فيه انواع، يعني في تامين ب 50 دولار، في تامين ب 100 دولار، في تامين ب 150 ب 200 وهكذا وكذا، على حسب البلان بتاعتك وعلى حسب نوع التامين والحاجات اللي هو بيغطيها. ففي موضوع العلاج عشان تتعالج بسعر رخيص لازم يكون عندك تامين يكفر او يغطي كل الحاجات دي. نخش على الموضوع اللي بعده وهو موضوع السكن. والسكن في امريكا هنا بيختلف من ولايه لولايه، كل ولايه ليها اسعارها وكل ولايه ليها دنيتها. ففي موضوع السكن انا هتكلم عن السكن في ولايه تكساس، الولايه اللي انا عايش فيها. بالنسبه لتكساس فانت لو تتكلم في شقه مثلا فيها اوضه واحده وحمام ومطبخ، فانت بتتكلم بين 900 ل 1000 او 1100. وكل ما بتزيد الاوض كل ما بيزيد السعر. يعني مثلا شقه فيها اوضتين او 3 اوض بتلعب في رينج ما بين مثلا 1200 دولار ل 1500 دولار، وده مش شامل الفواتير. يعني بالفواتير هيخش له مثلا في 1700 1800. وتعالوا نحسب مع بعض تكلفه الاكل والشرب اللي احنا حسبناها قبل كده، اللي هي في حدود 200 في الشهر لو انت عايش لوحدك، او 300 مثلا. تعالوا نقول 200 افريج، 200 في 4 في 800 زائد ال 1700. فانت بتتكلم مصاريفك كلها اكل شرب
فواتير وسكنك هتخش ما بين 2500 ل 2600. فلو انت بتشتغل شغلانه عاديه بتعمل لك 3000 في الشهر، ودي شغلانه عاديه تقدر تعملها هنا، فتعتبر معاك فلوس مكفيه كل التزاماتك بالظبط. ممكن تحوش 100 200 دولار، ولكن شغلك ده بيبقى 5 ايام في الاسبوع، يعني انت عندك يومين اجازه و8 ساعات. فانت عندك القابليه انك تشتغل شغلانه كمان لو انت عايز تزود من دخلك او بتحوش او بتعمل حاجه معينه. وانا كل ده بتكلم في وظيفه بيزك او وظيفه عاديه جدا جدا من غير شهاده من غير اي حاجه. احنا اتكلمنا موضوع الشهاده، لو هتشتغل بشهادتك فانت هتعمل مبالغ ثانيه وارقام ثانيه من ناحيه الدخل. ففي موضوع السكن في اختيارات كتير، وبرده لو انت مش عايز تقعد في شقه وعايز تعلى بالمستوى شويه ففي ممكن تاجر او تشتري بيت. والبيت طبعا سعره بيختلف، ايجاره بيبدا مثلا من 1800 ل 2000، ولكن بيبقى عندك خصوصيه اكتر، بيبقى عندك مساحه اكتر، بيبقى عندك حاجات ثانيه مش موجوده في الشقه اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول. ولكن مصاريف البيت سواء ايجار وفواتير بتبقى اعلى سنه، فهتحتاج دخل اعلى. فلو انت بقى شغال بشهادتك ومستقر ماديا وبتعمل فلوس كويسه هتقدر انت تجيب بيت لوحدك وتروق على نفسك فيه. وبرضه انا كنت عامل فيديو كامل عن موضوع السكن في امريكا، يعتبر هو تاني اعلى فيديو مشاهده عندي على القناه، فما تنساش تخش تشوفه بعد الفيديو ده لو انت انترست او لو انت عايز تعرف اكتر عن موضوع السكن في امريكا. معرفش ليه حاسس ان محمد في المانيا في موضوع السكن ده هيكسبنا. تعالوا نروح نشوف محمد ونرجع. المعيشة في ألمانيا بتختلف حسب انت ظروفك ايه، يعني ما اقدرش اقول لك رقم ثابت، بس ممكن اقول لك يعني حالتين. الحالة الاولى لو انت عازب عايش لوحدك في أوضة او ساكن في شقة صغيرة، ففي الحالة ديت هتصرف حوالي 600 يورو سكن بالكتير، هتصرف اكل مثلا 300 400 يورو، هتصرف على بقية فواتيرك وكل حاجتك حوالي 200 يورو. فاقدر اقول لك انك انت لو انت لوحدك بطولك هتصرف بين 1000 لل 1500 وهتعيش عيشة كويسة. اما لو انت بقى متجوز ومخلف فانت هتحتاج تأجر بيت على الاقل يكون كويس، يعني اوضتين او 3 اوض. انت محتاج تحط 1000 يورو للبيت بالفواتير بتاعته بكل الحاجات دي، وان ما كانش اكتر. يعني انا في حالتي مثلا انا بدفع ايجار حوالي 1350 وكمان فواتير 100 للكهرباء، لان بقيه الفواتير جوه البيت. يعني في لخبطه كتير كده في موضوع البيوت، وممكن تدفع الفواتير جوه الايجار وممكن تدفع فواتير بره الايجار، بس مش عايز ادخلكم في الدوامه ديت. الايجار بشكل عام هو بياخد معظم الفلوس بتاعتك. ممكن كمان تحط مثلا 800 ل 1000 يورو اكل لو انت مثلا متجوز وعندك طفلين او 3، يا دوبك ال 1000 يورو، لان الاكل بدا سعره يزيد عن زمان. انا زمان كنت بشتري اكل ب 25 يورو يكفيني اسبوع، دلوقتي الكلام ده مش موجود. فنقدر نقول البيت بشكل عام لو انت مكون اسره انت عايز لك 2500 يورو، ان ما كانش توصل كمان ل 3000 يورو. البيت بقى نفسه علشان تلاقيه مش سهل خالص. يعني مثلا في مدن زي برلين هتلاقي ان في ناس بتقف طوابير في الشارع طولها نص كيلو علشان داخلين يتفرجوا على بيت. يعني انت تلاقي شغل وتدخل انترفيو شغل ويقبلوك اسهل بكتير من انك انت تلاقي بيت. لازم تدور على بيوت كتير لحد لما تلاقي بيت او هتلاقي حد يقبلك ان انت تسكن عنده. يعني انت هتديله فلوس وكل حاجة، بس لا، في ازمة سكن كبيرة في المانيا ممكن كمان عن امريكا. نخش على اخر نقطة او موضوع هنتكلم فيه، وهو الهجرة او انواع فيز الاقامة اللي تقدر تخليك تعيش دائم هنا في امريكا. وانا هتكلم في الموضوع ده على انواع الفيز القانونيه الدائمه اللي من خلالها تقدر انك تعيش في امريكا دايما. يعني مش دعوه بالحاجات التمبري او الحاجات اللي هي لفتره مؤقته زي مثلا فيزة السياحه الزياره او فيزة العمل او فيزة اللي هي الدراسه. انا بتكلم على الاقامه الدائمه اللي هي الجرين كارد، اللي من خلال الجرين كارد ده تقدر انك تقيم وتعيش حياتك كلها في امريكا. واول طريق تقدر من خلاله انك تاخد الجرين كارد ده هو اللوتري او الهجره العشوائيه، وده برنامج امريكا بتعمله للدول اللي حوالين العالم كله. تقدر من خلال انك تقدم على البرنامج ده شهر 10 من كل سنه، والنتيجه بتاعته بتطلع شهر 5. محتاجش معلومات كتير، كل اللي بيحتاجه معلوماتك الشخصيه، الباسبور بتاعك، كل الكلام ده عشان تقدر تقدم على البرنامج ده. ولو اسمك طلع في النتيجه اللي بتظهر شهر 5 انت من خلاله بقيت مؤهل ان انت تمشي في البروسيس، يعني او العمليه ان انت تقدم على الجرين كارد وتتقبل، وتقدر من خلاله انك تيجي امريكا. طبعا البرنامج ده اشهر حاجه، وكل المعلومات من صفر لسلام عليكم. لو عايز انت تقدم وتعرف اكتر عن البرنامج ده انا كنت عامل فيديو كامل موجود عندي على القناه، وموجود في البلاي ليست او في قائمه التشغيل في سلسله ازاي تسافر امريكا. هتلاقي فيديو مفصل بيتكلم عن النوع ده بالكامل وازاي تقدم والميعاد وكل حاجه. فلو انت انترست في الموضوع ده او لو انت اتحفزت وعايز تتقدم فهتلاقي الفيديو موجود على القناه، خش شوف. تاني طريق تقدر من خلاله انك تاخد الجرين كارد ده هو عن طريق لم الشمل. ولم الشمل ده بمعنى اصح هو معناه ان انت يبقى ليك مثلا اخ او اب او ام في امريكا، فيقدروا هم يعملوا لك الاوراق والحاجات اللازمه. بس لازم الاب والام او الاخ ده يكون عنده الجرين كارد او معاه بمعنى اصح الجنسيه عشان يقدر يقدم لك ويجيبك هنا ويديك الجرين كارد. برضه في نوع تاني من انواع لم الشمل هو ان انت يبقى ليك مثلا زوجه عايشه هنا ومعاها الجنسيه، تقدر من خلال انها
راجل يجيبك، او لو انت ست فجوزك يكون معاك الجنسيه الامريكيه فيقدر يجيبك. فبمعنى اصح لازم أن يكون ليك قريب درجه اولى يقدر من خلال اللم الشمل ده انه يجيبك، ومن خلال اللم الشمل ده تقدر انك تاخد الجرين كارد وهو الاقامه الدائمه. ثالث طريق تقدر من خلاله انك تاخد الجرين كارد هو عن طريق اللجوء، ولكن اللجوء ليه قصه ثانيه وحكايه ثانيه نهائي. ولكن اللي انا اعرفه والمعلومات اللي عندي ان انت لازم تكون دخلت امريكا عن طريق قانوني، وبعديها بتقدم على اللجوء ده لو انت بتتعرض مثلا لمشاكل، عندك ضغط معين في الدوله اللي انت فيها بتهدد على حياتك، سواء مشاكل دينيه، مشاكل سياسيه، مشاكل جنسيه، ايا يكن كل المشاكل دي بتاثر على حياتك، فبتقدم المستندات اللازمه وبتقدم على لجوء. ومن خلال اللجوء ده لو اتقبلت واللي بيراجع الورق وبيعملوا معاك مقابله والكلام ده كله قبلك ووافق عليك، بتاخد بعديها الجرين كارد او الاقامه الدائمه هنا في امريكا. دي يعتبر الطرق اللي انا عارفها انا كعمر، عشان انا مش مختص، انا مش محامي في موضوع الهجره والكلام ده كله. فدي الطرق اللي انا اعرفها ان انت من خلالها تقدر انك تاخد موضوع الاقامه الدائمه. تعالوا بقى نطلع على المانيا ونشوف ازاي تقيم، لان انا فعلا انا كعمر اصلا عايز اعرف كمان معلومات عن المانيا وازاي اصلا انك تقيم اقامه دائمه في المانيا. فتعالوا نسال محمد ونشوف ايه الدنيا عنده. تاخد بقى اقامه ازاي في البلد دي، ليها مليون طريقه، بس مفيش طريقه بتخليك اول ما تدخل المانيا انك انت تاخد الاقامه الدائمه. لازم تعدي باقامه مؤقته، وبعد كده الاقامه المؤقته تترقى الاقامه دايمه او حتى جنسيه. اشهر الطرق ديت واللي انا برشحها لناس كتير خصوصا اللي بتبدا حياتها هي الاقامه بتاعه الدراسه، انك انت تيجي تدرس تعمل بكالوريوس او ماجستير وتخلص دراستك هنا وتبدا تشتغل، فاقامتك تتحول من اقامه طالب لاقامه عمل، واقامه العمل تتقلب لاقامه دائمه. في طريقه تانية انك انت تبقى انت من اصحاب الخبرات، او انت مثلا في مجال الكمبيوتر او مجال الهندسه بشكل عام او حتى مجال الطب، عندك شويه خبره في بلدك، اشتغلت ومعاك مثلا ريكومنديشن ليتر، معاك ورق كويس، بتقدم على شغل من بلدك وتتقبل في شغل في ألمانيا وتيجي تشتغل على طول. فانت تاخد إقامة العمل لمدة 2 مثلا، وبعد كده تقدم على الإقامة الدائمة فتاخدها. في طريقة كمان انك انت تيجي لم شمل، انك انت اتجوزت مثلا واحدة ألمانية، او انك انت حد من قرايبك هناك، والدك مثلا اخوك بيعمل لك دعوة وتيجي تقعد، بعد كده بتاخد الإقامة الدائمة لما تقعد فترة معينة وتتعلم اللغة بشكل معين. بس أهم حاجة علشان تبدأ تقدم على الإقامة الدائمة أو تقدم على الجنسية حتى، إنك أنت تتعلم اللغة. اللغة هنا في ألمانيا مش زي الإنجليزي كلنا عارفينه، لا، اللغة الألمانية تقيلة شوية ومحتاجة الواحد يتعلمها. فهي من أصعب الحاجات اللي ممكن تواجهك وانت جاي تعيش في ألمانيا بصراحة، هي اللغة، إن ما كانش هي أصعب حاجة. طبعا في البيروقراطية الألمانية، بس دي حدوتة تانية وحدوتة تخوف خالص. بس كده، أتمنى إن أنا كنت فدتكم بالمعلومات الشوية الصغيرين اللي أنا قلتهم دولت، وأخدتوا فكرة عن ألمانيا. ولو حابين تعرفوا معلومات أكتر، عندكم القناة بتاعتي عيشوا حياتكم فيها. ممكن كمان تسألوا في الكومنتات في الفيديو دوت، أنا ممكن أرد على الكومنتات برضو لو حد عنده أي سؤال. شكرا عمر مرة تانية إنك أنت استضفتني في الفيديو ده. بس كده يعتبر اتكلمنا في كل النقط اللي قلنا هنتكلم فيها. عايز الأول إن أنا أشكر محمد جدا 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 إنه قبل إنه يساعدني في الفيديو ده، إن من غيره ما كانش الفيديو هيتعمل أصلا. فشكرا جدا، واطلعوا على قناته واعملوا له اشتراك. بعيد عن المحتوى، هو شخص محترم جدا جدا جدا، وانا حقيقي مبسوط وفرحان ان انا اتعرفت عليه. فاطلعوا القناه عنده اعملوا اشتراك. ولو انت اصلا معجب وبتفكر في فكره السفر لالمانيا، فاكتر حد هيفيدك هو محمد، فاطلع واعمل له اشتراك في القناه. واهم حاجه ما تنساش انك تعمل لايك للفيديو سواء على اليوتيوب سواء على الفيسبوك، لان اللايك بيفيد الفيديو وبيخليه ينتشر للناس ثانيه، فالاستفاده هتبقى اكبر. وما تنساش بعد ما تخلص وتعمل اشتراك لمحمد في القناه عنده، تيجي القناه وتعمل اشتراك. وانا متاكد ان انت وانت بتتفرج على الفيديو جالك اسئله كتير بخصوص المانيا وبخصوص امريكا، فلو جالك اي سؤال بخصوص المانيا هتلاقي كل الاجابات في فيديوهات عند قناه محمد. ونفس الكلام عندي، لو جالك اي سؤال موضوع امريكا، في فيديوهات كتير عندي على القناه خاصه بموضوع السفر لامريكا ومعلومات عن الحياه في امريكا وكل الكلام ده كله. فعندك اي سؤال خش افتح القناه وهتلاقي بامر الله اجابه سؤالك في فيديو من الفيديوهات اللي على القناه. بس وباذن الله اشوفكم في الفيديو الجاي. يلا السلام عليكم. علي المايك واعمل لايك. رحت عند الشاذلي لبسني اديداس والنايك. الاوفر سايز كله متاح.